تفتكر ايه ممكن يحصل لو اكبر جهاز مخابرات في بلدك تم اختراقه؟ واحد جواه مش عميل خارجي، لا ده راجل شغال معاهم، بياكل معاهم وبيضحك في وشهم، بس في الحقيقة هو أكبر خنجر في ظهرهم. كلنا عارفين إن الحروب دايما مش بتنتهي بصوت المدافع ولا بانسحاب جيش من أرض المعركة، في نوع تاني من الحروب بيتلعب ورا الكواليس. قبل ما نبدأ حلقتنا، لو كنت من محبي المحتوى القصصي والتاريخي، القناة هنا هتعجبك أوي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك إشعار بحلقاتنا. وتعالوا بينا نكمل قصتنا. الجاسوس مش مجرد شخص بينقل أسرار، ده ممكن يكون سبب في موت ناس أو تغيير نتائج المعركة أو انهيار دولة كاملة. ومن أشهرهم كان في واحد اسمه كيم فيليبي، راجل بريطاني أنيق مثقف محبوب من الكل، لكنه كان بيخدع كل الناس حتى أقرب أصدقائه. اسم الشهرة كيم فيليبي، اتولد سنة 1912 في الهند، وكان والده مستشار بريطاني كبير، اشتغل لفترة في الحكومة الهندية. عاش كيم في بيت محافظ، لكنه من صغره كان بيكره التسلط والاستعمار. دخل جامعة كامبريدج وهناك حصل على التحول الكبير في حياته. انضم سرا لجماعة شيوعية، كان متحدث لبق وذكي جدا، واللي خلاه مختلف عن باقي زملائه انه مش بس كان بيؤمن بالفكر ده، لا كان مستعد يضحي بحياته علشانه. في الثلاثينات الاتحاد السوفيتي كان بيبحث عن شاب عنده فكر يساري ومكانة اجتماعية عالية عشان يقدر يندس وسط المؤسسات اللي جوه دولتهم، وكيم كان الاختيار المثالي. اتقابل مع عميل من المخابرات السوفيتية وتم تجنيده بهدوء. طلبوا منه انه يخفي انتمائه الشيوعي ويتظاهر انه ضد الشيوعية علشان يقدر يوصل للأماكن الحساسة. وفعلا كيم بدأ حياته كصحفي وسافر لأسبانيا في الحرب الأهلية وغطى الحرب هناك، لكنه في الحقيقة كان بيبعت التقارير السرية للسوفيت. بعد عودته من أسبانيا ومع بداية الحرب العالمية الثانية تم تعيينه في المخابرات البريطانية، تحديدا في MI6. يعني ببساطة الراجل ده بقى جوه قلب الجهاز اللي المفروض بيحمي بلده من الجواسيس، وهو نفسه جاسوس. على مدار أكتر من 20 سنة كيم كان بينقل كل حاجة للسوفيت، أسماء العملاء وخطط العمليات السرية ومواقع الجواسيس في أوروبا. الخطير إنه ساهم في كشف العمليات الكاملة للمخابرات البريطانية داخل الاتحاد السوفيتي، وده أدى لإعدام عشرات العملاء. كيم كان عبقري في الخداع، كان دايما هادي مبتسم، بيشرب شاي مع زملائه وبيحضر الاجتماعات زي أي موظف. أشهر حاجة كان بيعملها إنه بيزور التقارير اللي بتوصل لرؤسائه ويحرف المعلومات، وفي أكتر مرة لما حد كان بيشك فيه كان بيقدر يلف ويدور ويقنعهم إنه بس مش جاسوس، ده كان بيبقى من ضمن الفريق اللي بيحقق في قضايا التجسس. في الأربعينات بعض العمليات البريطانية في أوروبا الشرقية بدأت تفشل بشكل غريب، ناس كانت بتموت قبل ما توصل لمواقعها. الشكوك بدأت تزيد لكن مفيش دليل. المشكلة إن كيم كان دايما في المكان الصح، بيغطي على نفسه وبيتظاهر إنه بيساعد في التحقيق. لكن في سنة 1951 حصلت الكارثة. 2 من أصدقائه المقربين، دونالد ماكلين وجاي بورغس، هربوا فجأة للاتحاد السوفيتي. الاتنين دول برضو كانوا جواسيس ضمن نفس الشبكة اللي اسمها بعد كده بقى خماسي كامبريدج. الناس بدأت تسأل، طب ازاي أقرب أصدقاء كيم طلعوا جواسيس؟ هو مش كان عارف ولا كان واحد منهم؟ المخابرات البريطانية بدأت تراقبه في صمت، فتحوا ملفه من أول وجديد، راجعوا كل العمليات اللي كان مشارك فيها، وتم استدعائه للتحقيق أكتر من مرة وكان بيجاوب ببراعة. لكن المشكلة إن الأدلة كانت ضعيفة. فضلوا سنين يراقبوه بدون ما يقدروا يثبتوا حاجة. لكن سنة 1963 حصلت المفاجأة. واحد من العملاء السوفيت اللي انشقوا عن النظام وقدم نفسه للمخابرات البريطانية، قال كيم فيليبي هو الجاسوس اللي كنتوا بتدوروا عليه من 20 سنة. الخبر نزل على المخابرات البريطانية زي الصاعقة. أخيرا بعد سنين من الشك ظهر الدليل. ساعتها كيم كان شغال كصحفي في بيروت. المخابرات حاولت تجيبه بهدوء علشان ما يهربش، لكن كيم كان أسبق منهم بخطوة. في ليلة من الليالي ركب قارب صغير من بيروت وسافر عبر البحر لميناء في الاتحاد السوفيتي، ولما وصل استقبلوه هناك، بس مش استقبال الأبطال، اتحط تحت الرقابة ومنعوه من السفر أو التواصل مع العالم الخارجي. عاش في شقة بسيطة واشتغل مترجم وتم عزله عن أي منصب مهم. كيم مات سنة 1988 في موسكو عن عمر 76 سنة. اتدفن هناك والحكومة الروسية ادته بعض الأوسمة، لكن في الحقيقة مات وحيد ومن غير وطن ومن غير أصدقاء. الخيانة مش بس فعل، دي فكرة وسلوك ومرض. الجاسوس ممكن يكون عبقري، بس عبقري في الغدر، في الخداع، في كسر الثقة. كيم فيليبي كان عبقري، لكن عبقري خان بلده واصحابه وكل القيم اللي اتربى عليها. وده يخلينا نسأل السؤال الحقيقي، هو الجاسوس بيخون وطنه بس ولا بيخون نفسه قبل أي حد؟ بكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. ما تنساش لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان يوصلك إشعار بحلقاتنا. سلام.